رسميا انضمام عمرو الجزار للمنتخب. تعرف يعني ايه لاعب يبدأ من الصفر؟ المدرب بتاعه يقول له احنا مش عاوزينك، انت جاي تعمل ايه؟ احنا مش عاوزينك. كمل معايا عشان احكي لك قصة عمرو الجزار، يمكن حزينة شوية ولكن كلنا هنستفاد منها. عمرو الجزار بدأ حياته مع ناشئي نادي الاسماعيلي، ولما بدأ معاهم قالوا له انت، المدرب قال له انت مش هينفع تكمل معانا، احنا عاوزين ناس من الاسماعيلية. وعمرو الجزار كان من الشرقية، بيروح من الشرقية للاسماعيلية، قال له مش هينفع تكمل معانا، وبمعنى صح مشوه. عمرو الجزار ما فقدش الثقة ابدا، لعب في القناة والنصر والعبور لحد ما وصل لنادي غزل المحلة. طب وصل لغزل المحلة ازاي؟ راح من الاسماعيلي، من ناشئ الاسماعيلي على غزل المحله على طول؟ لا، ده لعب في انديه كتيره لحد ما وصل في النهايه لغزل المحله، عشان بقى يثبت للناس كلها موهبته وقدرته ولعبه واداؤه المشرف، لدرجه انه حصل على جايزه رجل المباراه اكتر من مره. الاهلاويه بيشجعوه والزملكاويه بيحبوه، واللي بيشجعوا بيراميدز من ادائه العالي واحترامه. وكمان بعيد بقى عن اي حاجه، اللاعب ده يعني دفاع مفيش زيه في مصر، رقم واحد في مصر، بس الضوء مش عليه. حد بقى ما البنك اتعاقد مع البنك الاهلي، اتعاقد معاه ولعب معاهم، يعني بدأها من الصفر في انديه، ساب الانديه وراح لغزل المحله، وبعدين راح للبنك الاهلي، وفي النهايه خالص راح لمنتخب مصر. اللي انا هقوله لك بقى مش هنا، ده الموضوع لسه كبير. عمرو الجزار اصيب بمرض وهو عنده 9 سنوات، مرض تساقط الشعر، يعني شعره بيتساقط على طول. حتى كان في علامات استفهام كتيرة، ليه دايما حالق او دايما يعني ما بيربيش شعره؟ كان في ناس بتنتقده، كان في ناس بتتساءل برضه. تخيل لاعب يعني عنده مرض ومع ذلك مكمل ومستحمل الانتقادات من الناس، ومستحمل قلنا وقال، طب هو حالق ليه؟ طب هو تعبان ماله؟ طب هو عنده مرض مش عارف ايه، ويستحمل كلام الناس، ويستحمل قلنا وقال، وده مش عارف ماله، وده تعبان بيلعب ازاي، طب ده هيلعب في النادي مش عارف ازاي، ومع ذلك كمل واستمر. وهو المرض عنده 9 سنين، يعني اكيد كان بيلعب كرة قدم اول ما بدأ من 6 سنين، يعني حبه للكورة من 6-7 سنين لحد تاريخنا هذا. احترامه وادبه واحترافه في الملعب وصله للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني كابتن حسام حسن ما بياخدش غير افضل لعيبه، محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، احمد سيد زيزو، امام عاشور، وي من اللعيبه، ده من ضمن اللعيبه الكبيره، بس الضوء قليل عليه قوي. اللاعب اللي زي ده الضوء قليل عليه قوي، بس يستحق ان احنا نعمل لايك ونعلق ونشارك الفيديو ونعرف الناس مين هو عمرو الجزار، بدأ ازاي وطلع من بيئة عاملة ازاي. يعني هل مثلا كان متوفر له مواصلات يروح من الشرقية للإسماعيلية عشان خاطر يروح مع ناشئين وبعيد عنه كمان؟ فالراجل ده يستحق مننا الدعم، لايك وشير، ولازم كلنا نقف مع عمرو الجزار وندعمه لحد ما الضوء يتسلط عليه، ولحد ما يبقى نجم كبير معروف، مش هنقوله في الوطن العربي، في تاريخ الكورة كلها. والسلام عليكم.